تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا الإريتريا. اليوم سنناقش بمشيئة الله قضية مهمة هي حديث الساعة في هذا الوقت، وهي الحاصل في منطقتنا القرن الأفريقي ومنطقة دولة أثيوبيا وإريتريا وإقليم تيغراي. ولا ينبغي لقناة وشبكة سلام أن تتجاوز هذه المرحلة بغير أن تقول رأيها وبغير أن تناقش هذه القضية، لأن يهمنا وضع المسلمين ووضع الجوار في منطقة القرن الأفريقي وأن يكون مستقرا ومسالما. هذه الحلقة أناقشها معكم مستمعي الأكارم مشاهدي الأكارم مع ضيفي الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي. كما أرجو مشاهدي الأكارم أن تتابعونا على مواقع شبكة سلام وتعطونا آراءكم من خلال التواصل في عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وكذلك بالتواصل عبر الرقم الذي يظهر في الشاشة 00447947831417. بسم الله نبدأ حلقتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب وأن يجنبنا الخطأ وأن يهدينا سبل الرشاد. أهلا وسهلا دكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين والمستمعين. قبل أن نتحدث عن الواقع في الحرب الأهلية القائمة الآن في أثيوبيا، الحرب الأثيوبي لأثيوبيا، نريد حقيقة يا شيخ حسن أن نسلط الضوء على ما يتعلق من خلال رؤية الإسلام في الحروب الأهلية. ما التي تخلفه من دمار وفساد أو من فوائد؟ هل ثمة هناك رأي في الإسلام؟ نقرأ في قوله سبحانه وتعالى في حدود المسلمين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذه الآية الكريمة تعني المسلمين. طيب، فإذا حصل هناك خلاف بين غير المسلمين وكان الجوار للمسلمين ذات أهمية كبرى، نريد تسليط الضوء في هذه المسألة من خلال الحروب الأهلية وما حقيقة تخلفه من دمار وفساد، أو كما ذكرت في بداية الحلقة من خير. فالميكروفون عندكم شيخ محمد. شيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب. وشكرا لك على هذا السؤال وهذه المقدمة الطيبة. دعنا حقيقة قضية الحروب وتبعات الحروب هي والمرتبطة بالإنسان من حيث هو إنسان منذ أن وجد على الأرض. ولكن دعنا نعود ما قبل ذلك، اللحظة التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها آدم عليه السلام وقال إني جاعل في الأرض خليفة. كان تساؤل الملائكة واستغرابهم بقوله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وكأنما فيها إشارة إلى أن أخطر ما يمكن أن يكون في الأرض وأخطر ما يواجه من
معصية لله سبحانه وتعالى وخروج عن أمره وحده هو قضية الإفساد في الأرض والقتل للنفوس. القتل للنفوس أعظم ما يمكن أن يطال الإنسان، والفساد في الأرض أعظم ما يمكن أن يحدث في الطبيعة. تقريبا هذين الأمرين. والإنسان وهو يكون مستخلف في الأرض عليه أن يحارب الجانب الأول من خلال سلامة الحياة والحرص على حياة النفوس، وكذلك عليه أن يحرص على صلاح الأرض، لأن صلاح الأرض فيها أيضا استفادة لهذا الإنسان وهو مستخلف على وجه الأرض. ولذلك جاءت بعد ذلك الشرائع لتحمي هذا الموضوع، وكانت أول من أوائل المعاصي التي حصلت في الأرض معصية القتل، وهو أبناء آدم عليه السلام هابيل وقابيل، وكيف أن أحدهما قتل الآخر. فكانت نقطة البداية في المعاصي البشرية قضية إقدام الإنسان على قتل أخيه الإنسان. جميل. فابتداء دعنا نؤكد على أن قتل النفوس محرم في الشرائع. جميل. ودائما ما تأتي في القتل الذي يكون جائزا القرآن يشير إلى إلا بحق، ثم يحدد ما هو هذا الحق. يقتل الإنسان في قتل النفس بالنفس، يعني في قضايا معينة. ما عدا ذلك غالبا ما يكون طغيانا وظلما وعدوانا وبغيا. هذه كلها مصطلحات يستخدمها القرآن الكريم. إذن الإسلام يقرر ويشرع بأن دماء البشرية معصومة. إلا بحقه. نعم. إلا بحقه. ولذلك حتى موسى عليه السلام لما قتل القبطي عاتبه الله سبحانه وتعالى وتاب بعد ذلك موسى، ولم يقل بأن والله هذا أراد أن يعتدي على شخص، وسجلت عليه كمعصية واعتذر منها يوم الشفاعة. نعم، هذه اعتذر منها يوم الشفاعة مستمرة معه. نعم. فالشاهد أن هذه الدماء هذه الأرواح التي وضعها الله سبحانه وتعالى، وهذه الأنفس التي وضعها في هؤلاء البشر حق لله تعالى، لا تزهق إلا بأمره. طيب، الحروب الأهلية ندخل الآن في الحروب. قضية الحروب الأهلية طبعا بالنسبة للإسلام في أحكامه عموما له أحكام، يعني جزء منها يتعلق بالكفر والإيمان، وجزء منها يتعلق بالعدوان، وجزء منها يتعلق بالبغي، وهكذا. يعني عندها مجموعة من يعني أحكامه على الحرب ليس من نمط واحد. لكن بشكل عام إذا كانت نفس الآية التي تلوتها في بداية حديثك، وهو وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هب أنهم ليسوا المقتتلين مؤمنين، عبارة عن غير مسلمين تقاتلوا. هنا مبدأ الصلح والتعاون على البر والتقوى ونصرة المظلوم وإعانة المظلوم وصد الظالم عن ظلمه، هذا أيضا يسري على الكل، يسري على المسلم وعلى غير المسلم. فلو كان هنالك مسلمون في منطقة ما ورأوا أن هنالك كفار يقتتلون، أحدهما ظالم والآخر مظلوم، يمكن أن تكون هنالك مبادرات، لأن طبيعة الحروب دائما ما تنعكس على الجوار. نعم. وأنت إذا احترق جارك بطبيعة الحال سيكون هنالك سيصيبك الأذى. وبالتالي القيام بمبادرات التي تمنع الحرب ابتداء، أو تخفف من غلواء الحرب بعد وقوعها، أو تؤدي إلى عدم دوامها واستمرارها، ثم البحث بعد ذلك عن معالجات تؤدي إلى رفع الظلم الواقع على أي طرف من الأطراف، هذا هو الواجب الشرعي الذي طيب، إذا كان هذا هو الواجب من حيث العموم، نأتي الآن في ظل هذه الظروف الموجودة. نعم. ما هو واجب المسلمين؟ نعم. ما هو واجب المسلمين من حيث العموم، وواجب علماء المسلمين من حيث الخصوص؟ نعم. خصوصا إذا كانت الحكومات لا تطاوعهم ولا تقبل منهم، ما الواجب الذي ينبغي عليهم أن يؤدوه علماء المسلمين في مثل هذه اللحظة؟ كما تفضلت، هنالك غياب أو تغيب على الأقل للعلماء، لم يكونوا في صدارة المشهد السياسي، بل عنصر التأثير ربما في كثير من المواقع، وخاصة منطقتنا ليس هنالك تأثير. مثلا الآن تجد أن الكنيسة لها تأثير في المنطقة أكثر من المكون المسلم. يعني نلاحظ أن المبادرات الكنسية مؤثرة، ولاحظنا كيف أن المبادرات الكنسية أدت في نهاية المطاف إلى عودة عملية يعني ضمن المبادرات كان العلاقة التي حصلت 2018 ما بين سياسة فورغي وأبي أحمد واللحمة أو التلاحم الذي رأيناه، كان فيه تحت الطاولة هنالك الكثير من التحركات الكنسية التي حصل. للأسف الشديد الواقع عندنا في القرن الأفريقي تحديدا هنالك تفكك في البنية المسلمة،
وليس هنالك حالة من التوحد والاعتصام والترابط والمؤسسية ووجود مرجعية جامعة للمسلمين. للأسف الشديد حتى لو افترضنا أنها هنالك بلدان يفترض في كل بلد تكون هنالك مرجعية، ثم مرجعيات هذه البلدان تشكل فيما بينها عوامل أيضا للترابط لتؤدي إلى حالة من السلم وحالة من الخير وحالة من ظهور الحق في المنطقة يعني. لكن هذا الموضوع دكتور حسن، نعم لحظة، هذه النقطة في الحقيقة مهمة وجوهرية بالنسبة لنا نحن كمسلمين. نعم. أنتم قلتم بأن المسلمين نعم. حقيقة هم بعيدين عن الواقع. نعم. طيب، وقلتم بأن المفترض أن يكون هناك يعني تكتلات إسلامية أو على الأقل ترابط بين العلماء وكذا. لا أحب أن أتجاوز هذه النقطة حتى نعطيها يعني شيئا حقيقة من الأهمية دكتور حسن. طيب، ما المانع؟ لماذا العلماء في مناطقهم في القرن الأفريقي في دولهم لماذا لم يكونوا ترابطا علميا ليس سياسيا، ولكن على الأقل يكون عندهم جامع يجمعهم للقيام بواجبهم من القول بكلمة الحق والصدع بها والنصح حقيقة حتى للرؤساء وتوجيه كلمتهم. العلماء هم يعني أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، ينطلقون من الكتاب والسنة اللذان هما حقيقة مصدر الخير للمسلمين وغير المسلمين. كتاب والسنة مصدر الخير للمسلمين. السؤال الآن، ما هو وضعهم حاليا ولماذا لم يكونوا في المقام الأول؟ أولا القرن الأفريقي إذا أردنا أن نتناوله بدوله، ربما هنالك دول قد تكون أفضل من دول. فمثلا السودان لو اعتبرناها واحدة من هذه الدول قد يكون وضعه أفضل من غيره فيما يتعلق بالمؤسسات الدعوية، المؤسسات العلمية، وجود روابط علمائية، كلمتهم على الأقل التي يقولونها بين فترة أخرى، هذا شأن. بالنسبة لإثيوبيا طبعا ندرك تماما بأن الواقع في إثيوبيا رغم حضور العدد الكبير جدا من المسلمين، لكن ظلت الدولة أو كدولة لا تعترف إلى وقت قريب، ما كانت تعترف أصلا بمؤسسة جامعة للمكون المسلم، على خلاف الحالة في الكنيسة. يعني الكنيسة كان معترفة بوضعية، والكنيسة بطبيعتها تراتبيتها نفسها تؤدي إلى وضع معين، وأيضا وضعية الدولة التي كانت تعتبر راعية للكنيسة. دائما كان رأس الدولة الأثيوبية لابد أن يكون راعي للكنيسة حسب الوضع اللي كان عندهم. الآن ظهرت دولة يطالب فيها أو تطالب فيها كل المكونات بالحضور، كل المكونات تريد أن تكون موجودة. لماذا أنت دولة تزعم العلمانية وتزعم أنك دولة وطنية تراعي المكونات كلها، تقف بمسافة واحدة من كافة الأديان، ثم تكون منحازا لمكون ديني معين؟ فعلى كل الآن في الآونة الأخيرة ظهر في فترة أبي أحمد على وجه التحديد حصل نوع من المصالحة وأعطى مساحة للمسلمين، وهنا نشأت عندنا على كل المجلس الإسلامي. اعتقد أن المجلس الإسلامي لو طور واستطاع أن يجمع كافة ألوان الطيف الإسلامي والعلمائي يمكن أن تكون لهم كلمة في تقديري، ويطوروا في تقدير من أدائهم التنظيمي وأدائهم العلمي، حتى لأن القضية ليست قضية مؤسسة فقط. إلى أي مدى تكون هذه المؤسسة لها قبول في الشارع المسلم؟ إلى أي مدى تستطيع أن تؤثر في المسلمين؟ أنا في تقديري قوة المسلمين في أثيوبيا تؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار الوضع العام. يعني هذه الحروب التي نراها هنا وهناك والطحن الذي يحصل بين الشباب وكذا، لو كانت هنالك مؤسسات علمائية وكانت هنالك رجال دين في المؤسسة الدينية يستطيع أن يضبطوا حالة الشحنة التي تكون هنا وهناك، ربما ما كان يحصل هذا الذي رأيناه. دعني الآن أقول ليس فقط في الحالة الإسلامية مع الحالة المسيحية، الآن أنت أمام الحالة المسيحية نفسها الآن مهددة فيما بينها بالاحترام من خلال الأمهرة مع التجراي. الأمهرة مع التجراي قوميتين، لكن العنصر القومي صار أغلب يعني أقوى من العنصر الديني. كلهم تقريبا كنيسة واحدة، ليسوا هؤلاء مثلا بروتستان وهؤلاء أرثوذكس، كلا الطرفين ينتمون إلى الكنيسة الأرثوذكسية، ولكن غلب عليهم العنصر القومي. وهنا دعني نحن سنرجع إلى هذه النقطة، لكن نريد نحن حقيقة حتى نغلق ملف ما يتعلق بالمسلمين وواجبهم، لأنك حقيقة أثرت هذه القضية وهي مهمة جدا. شيخ حسن يعطيك العافية. شيخ حسن، جزا الله علماء أثيوبيا بأنهم اجتهدوا وحتى كونوا مجلسا إسلاميا من خلاله يقومون بخدمة المسلمين. طيب، هذه الخطوة جميلة جدا. هل هي موجودة أيضا في بقية الدول؟ الصومال، جيبوتي، إريتريا وهكذا؟ نعم.
طبعا سبحان الله من المفارقات العجيبة جدا، الدولة اللي في القرن الأفريقي كان يفترض أن تكون الدولة الأقوى لوجود اللغة الواحدة والديانة الواحدة بل والمذهب الواحد، نعم. هي الصومال. الصومال الآن من سنة 91 وإلى اليوم تعاني حالة من الاحتراب الداخلي. فهنا طبعا يجعلني أدخل إلى الإشكال الحقيقي في القرن الأفريقي، وهي المشكلات القبلية، المشكلات القومية، المشكلات الجهوية التي طغت على العنصر الديني وعلى العامل الديني، بدل أن يكون الدين عنصرا جامعا بين الناس تشظت هذه المجموعات ودمرتنا لأكثر من 3 عقود 40 بلا شك. أو 4 ولذلك لاحظ الآن أنت الدولة الصومالية 30 سنة من سنة 91 وإلى اليوم هي في حالة من التفكك، حتى لا تستطيع أن تسهم مساهمة حقيقية، مع أننا ندرك أن الصومال، أن العنصر الصومالي في كل بقاع الأرض يكاد يكون العنصر الذي ينشر الإسلام الآن ويقوم بالقرآن الكريم والدعوة إلى الله. ورأينا تجربتهم كذلك في الفترة الماضية، كيف أن المحاكم الشرعية عندما جاءت والتف العلماء وطلبة العلم استطاعوا في فترة وجيزة جدا أن يوحدوا كل الدولة الصومالية وحققوا على كل. فالشاهد أن الوضع في الصومال، ونأمل إن شاء الله الآن في ظل الحال التي تستعيد فيها الدولة عافيتها، أن يصاحب ذلك أيضا بناء الدولة، يصاحبه بناء المؤسسة العلمية على قدم وساق. يعني إذا تخلفت الحالة العلمية والحالة الدعوية المرشدة للخطاب السياسي والمرشدة للأداء الاجتماعي، في تقديري سنعود إلى نفس الكرة. وهنا تقوى دائما الدول كلما قوي فيها العامل الديني، كلما قوي فيها الإخاء الدين، لأنه الفروقات التي نتكلم عنها لا يعالجها إلا الدين. يعني الفروقات العنصرية يعالجها الدين، الفروقات الطبقية يعالجها لك الدين، الطهورية الداخلية التي تنشأ أحيانا تنشئ عدوان وتنشئ بغي، قضية الحسد، قضية هذه كلها يعالجها لك أيضا الدين. العدوان وصده يعالجه لك أيضا الدين. طيب جميل. فعلى كل هذا وضع جيبوتي على كل هي وتأثيرها طبعا في المنطقة بشكل عام محدود لصغر الدولة وكذا، لكن فيها إلى حد ما حالة علمية كانت معتبرة جدا، وإن كان الآن عندهم سنوات حصل بين الدولة وبين مشايخها ودعاتها بعض الإشكالات، وتم على كل بهذا السبب اعتقال عدد من رموز الدعوة وغيرها. لكن أيضا الحالة الدينية فيها حتى الآن أفضل من غيرها، يعني هنالك اهتمام. في إريتريا بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا في الداخل في إشكال كبير في إريتريا، مع أنه طبعا حتى هذه اللحظة المؤسسة الدينية التقليدية التي مثلت في يوم من الأيام حالة دينية وحالة أشبه بوجه سياسي معارض في ظل الاحتلال البريطاني والإيطالي، وهو المفتي عليه رحمة الله، لم يكن وجها دينيا فقط، بل كانت حالته أقرب إلى أن والله المسلمين إلى حد كبير كانوا ينظرون إليه بأن ما يقوله هو في كل القضايا معتبر، ما يقوله في الشأن الديني معتبر، وما يقوله في الشأن السياسي أيضا كان معتبر. وخلف حقيقة هذا الرجل ثروة عظيمة جدا من الناحية العلمية والمواقف التاريخية، خصوصا مواقفه التي عبرت عن عظمة المسلم وكرامة المسلم وعزة المسلم. هذه المؤسسة التقليدية صحيح ضعفت لما جاء الاحتلال الإثيوبي، ضعفت لما جاء الآن العهد الوطني أيضا حصل فيها ضعف، لكنها بكل ما فيها إلى هذه اللحظة تمثل نوع على الأقل من الحالة الدينية البسيطة فيما يتعلق بموضوع قراءة القرآن ومسألة الحج، مع التراجع الحاصل فيها. لكن هذا الأمر أدى، لكن تقوى إن شاء الله بإذن الله. لكن هذا الموضوع غياب الوضع في الداخل وضعف الوضع في الداخل أدى إلى أن الدعاة وطلبة العلم في خارج البلاد إلى أنهم يتداعوا فيما بينهم ويؤسسوا رابطة علماء إريتريا في الخارج. وهذه بفضل الله سبحانه وتعالى الآن تمثل على الأقل الوجه اللي يمكن نقول عنه وجه علمي، وجه دعوي، ومن خلاله يتم على الأقل تجميع الدعاة وطلبة العلم. طيب هل هناك إمكانية لهذه التجمعات الدينية الآن في أثيوبيا وكذلك في جيبوتي وإريتريا والسودان والصومال، هل ممكن أن يكونوا مثلا تحالفا، أن يكونوا مثلا تعاونا فيما بينهم، تنسيقا للتعاون على البر والتقوى وللوصول لمتابعة أحوال المسلمين والحقوق والدفاع عن حقوقهم؟ هل ممكن هذا في ظل الواقع السياسي موجود الآن؟ هو الإمكان العقلي شيء كما تفضلت، والواقع السياسي شيء آخر. الإمكان العقلي أن هذه المسألة ممكنة نظريا، يعني ليس هنالك أصلا شيء يمنع لا شرعا ولا سياسة، لكن للأسف الشديد المواقف السياسية للدول، التضارب اللي يحصل بين السياسات في الأقاليم في الإقليم، كلما نشأت عداوة بين دولة ودولة غالبا ما تحرص أنه والله الناس تتجنب هذا النوع من التواصل. أيضا كلما غاب الاستيعاب للدولة
يعني مثلا اديك مثال، اذا كان في دوله فيها ديمقراطيه ودوله اخرى ليس فيها ديمقراطيه، بمعنى الدوله اللي فيها ديمقراطيه كل عناصر مكوناتها في الداخل، ويبنوا مؤسساتهم ويشتغلوا من داخل بلدهم. هذه المؤسسه اللي في داخل بلدها تنظر الى الدوله الاخرى بانه والله يا اخي عندها مشكله مع علمائها ومع دعاتها، لماذا؟ لانهم يعملون في الخارج، فتخشى من العمل معها فتتجنبها. لكن في تقديري كلما اتسعت مساحات الحريه في المنطقه ومساحات الحقوق العامة ومساحات حق التكتل العلمي الدعوي التنظيمي السياسي الاجتماعي، كلما اتسعت مساحات الحقوق أنا أتصور بأن هذه المسألة إن شاء الله ستكون مما يؤدي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن ينفتح هؤلاء العلماء على بعضهم البعض ويكتسبوا خبرات أيضا ويتبادلوا الخبرات فيما بينهم، ويساهموا كذلك في حالة التنمية المفروض تحصل في هذا البلد وفي هذا الإقليم على وجه التحديد، لأن قوة هذه المنطقة في قوة شعوبها، وقوة شعوبها ستنعكس بطبيعة الحال على قوة نظمها وحكوماتها وقوة علمائها أيضا. نعم. وتمسكهم بدينهم ودعوتهم إليه. نعم. ودعوة الناس إلى التمسك بهذا الدين. فقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. إذا كان يعني هذا الأمر مرتبط، فلا بد للعلماء أن يجتمعوا وأن يحاولوا قدر المستطاع وأن يصبروا على أذى بعض الجهات التي ربما تمنعهم من هذه الأمور، يصبروا عليها ويحاولوا أن يكونوا. وفي كل ذلك الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني إذا ما استطعت أن تصل إلى الكمال صحيح أعمل ما تستطيع عليه، ما هو بالمقدور. إذا كان والله كل الدول لا تستطيع أن تجتمع فلتجتمع، بعض الدول التي يمكن لو تعززت علاقاتها تستطيع أيضا أن تساهم إن شاء الله في هذا. طيب إذن رسالتنا هنا لعلمائنا ومشايخنا حول القرن الأفريقي أن يتحدوا. نعم. وأن تجمع كلمتهم وأن يكون بينهم تنسيق، وأن يناصحوا ولاة أمرهم وأن يصدعوا بالحق، وأن لا يخشوا في الله لومة لائم، فإن في كلمتهم وفي تضحيتهم الخير والبركة. وأما في السكوت وتغطية الحق فإنه ينتج عنه الظلم وينتج عنه حقيقة انتشار الفساد. وسوف يسأل الله سبحانه وتعالى العلماء عن هذه المواقف بلا شك، وأول من يحاسبون سيكونون هم عند الله تبارك طبعا يذكرنا قول الله سبحانه وتعالى عند سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إذا غاب الولاء بين المؤمنين وغاب الترابط بينهم وغاب التناصر، لأن الولاء يؤدي إلى النصرة، يؤدي إلى المحبة، يؤدي إلى التعاون، يؤدي إلى الخير. فغياب هذا النوع من لماذا يحصل العدوان أصلا؟ العدوان يحصل في غالب الأحيان لما يكون والله يشعر طرف معين بأنه والله بإمكانه أن يحسم الأمور بكل سلاسة والطرف الآخر ضعيف، لكن توازن القوى أحيانا يؤدي إلى التعايش، يعني حتى لو اختلفت الناس لكن في نوع من توازن القوى، والطرف كل طرف يعمل حساب للطرف الآخر، فهنا يؤدي ذلك إلى نوع من التدافع. وبالتالي قانون التدافع سبحان الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. نعم. طيب دكتور حسن، جزاكم الله خير على هذا الوضع، وإن شاء الله تصل الرسالة لمشايخنا وعلمائنا في القرن الأفريقي. ما هو الحاصل بين إقليم تيغراي و إن صح التعبير أمحارة أو أورومو؟ يعني الخلاف الحاصل بينهم الآن، لو تعطونا صورة مختصرة عن الواقع. هو دعني نقول الآن الخلاف ما بين إقليم التيغراي في شمال إثيوبيا بقيادة الوينه تحديدا جبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وما بين الحكومة المركزية بقيادة حزب الازدهار. يعني يمكن هكذا التصوير يكون أدق. بعد ذلك في إطار الحكومة المركزية توجد طبعا قوميات تغلب وقوميات أخرى قد لا تكون غالبة، يعني قد تكون الآن قومية الأمهرة ظهرت بعض الشيء، لكن هي الآن حكومة مركزية ومجموعة إقليمية تتمثل في إقليم التيغراي. جوهر الخلاف كانوا كلا الطرفين تقريبا، أبي أحمد الذي يقود الدولة الأثيوبية الآن ومجموعة الوينة التي تقود إقليم التيغراي، كان بينهما عمل مشترك ل30 سنة. يعني طيلة فترة ما بعد 1991 التي دخلت فيها الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي دخلت أثيوبيا، كان بينهم تنسيق وبينهم تعاون وحكموا الدولة الأثيوبية من خلال حزب واحد. لكن ظلت مجموعة التيغراي هي المهيمنة على مفاصل الدولة الأثيوبية. الدولة الأثيوبية عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا على كل تهيمنوا على المفاصل، ولكن من خلال نظام سياسي اتفقوا عليه، وهو هذا النظام السياسي يتمثل في ما يعرف بالنظام الفيدرالي على أساس الإثنية.
يعني فيدرالية إثنية. الأورومو لهم إقليم، الأمهرة لهم إقليم، التجراي لهم إقليم، العفر لهم إقليم، الصوماليين لهم إقليم، بقية قبائل الجنوب جمعت في الشعوب سموها شعوب الجنوب. فالشاهد بناء على هذه المكونات تشكل نظام سياسي عرف بالدولة الإثيوبية الفيدرالية. لما جاءت 2018 أو من 2015 بدأت حركة الشباب الأورومو بدأوا يتحركون ويرون بأن الدولة الإثيوبية فيها اختلال، أن هنالك أقلية لا تتجاوز 7% مهيمنة على مفاصل الدولة الإثيوبية. لماذا لا يكون هنالك دولة المواطنة؟ لماذا لا يكون هنالك المساواة؟ لماذا نحن مغيبون؟ هذا السؤال. طبعا قومية الأورومو قومية أكبر القوميات، ومع ذلك فالشاهد أدى هذا الأمر إلى أن الحزب الحاكم يدير حالة إيه؟ حالة التحول التي تطالب بها الثورة في إثيوبيا. تمام. فأجروا تحول، قالوا والله خلاص نحن كتجراي نتراجع بعض الشيء ونقدم واحد من داخل المنظومة نفسها وهي من داخل المنظومة الحاكمة اللي هو ده. وكانت الفرصة للأورومو تحديدا، فقدم بهذا السبب أبي أحمد. تمام. التجراي يفهم أن أبي أحمد يفترض أنه جاء ضمن توافق. هذا التوافق أنه يستمر في الفيدرالية، أنه يستمر في أنه والله المرحلة السابقة التي حكمنا فيها سويا لا نتحملها نحن وحدنا، أنه يعني لا يلاحق رموزنا وقياداتنا، لا يستهدفنا. على كل كان في مجموعة قضايا كان التجراي لما تراجعوا يروا أن الطرف الآخر يفترض أن يراعيها له. في مكتسبات تحققت لهم لمدة 30 سنة. بالنسبة لأبي أحمد يرى أنه جاء على رأس ثورة، والثورة بطبيعة الحال جاي على نظام سابق. هذا النظام السابق تهيمن عليه قومية التجراي، يفترض أنه يطرح رؤية جديدة. فطرح رؤية جديدة أساسها أنه والله يطرح الرؤية المركزية في عموم أثيوبيا. فكون حزب الازدهار، هو عبارة عن حزب تلتقي فيه كل القوميات، لكن ليس على فكرة الفيدرالية اللي كانت مطروحة سابقا. حزب يمثل كل القوميات لكن موجود يعني في شكل نظام موحد. هنا طبعا أمامنا الآن رؤيتين: رؤية مركزية متبنيها أبي أحمد وتدور حولها مجموعة الأمحرة بشكل كبير، ورؤية أخرى يتبنوها بشكل أساسي التجراي ومعهم كتلة كبيرة من الأورومو. جميل. يرون أنه والله الرجال. فأنت أمام فكرتين: الفكرة المركزية وفكرة اللامركزية. في تقديري كان يمكن أن يحل هذا التناقض من خلال الحوار داخل مؤسسات الحزب الحاكم الإهودق، لكن أبي أحمد قفز على هذا الموضوع وكون حزب الازدهار الذي رفض من قبل التجراي. فصارت التجراي الآن خارج الحزب الحاكم، من كانت الكتلة الأكبر داخل الحزب الحاكم تحولت إلى إقليمها، سحبت نفسها إلى الإقليم وصارت معارضة. الآن بقت هنا ما يمكن أن يسمى في العلوم السياسية الآن الدولة العميقة. التجراي 30 سنة في الدولة، في مخابراتها، في أمنها، في شرطتها، في جيشها، في ماليتها، في كل. وفي نفس الوقت انحازوا إلى الإقليم. إذن عندهم القدرة على المناوشة وما بين أبي أحمد القادم الجديد. هنا حصلت الإشكال، وبدأوا بعد كده دخلوا في صراع من الذي ينبغي أن يبقى كفكرة. هل فكرة أبي أحمد ستبقى أم فكرة التجراي؟ التجراي طبعا كانوا يتصوروا بأنه عدد من القوميات ستكون معهم، النظام الدولي ربما أيضا يتعاطف معهم، فذهبوا في اتجاه الصدام. قراءات معينة على كل أدت بهم وهي خاطئة في تقديري في نهاية المطاف حسب ما رأينا. فلا المجتمع الدولي تفاعل معهم، ولا القوميات تفاعلت معهم، ولا حصل انقسامات كبيرة داخل الجيش بحيث والله فعلا الجيش اللي كانوا يراهنوا عليه ممكن أيضا يؤدي. فعلى كل وجدوا أنفسهم في النهاية عبارة عن حالة تمرد. صنفوا بأنه حالة تمرد. بينما في تقديري لو أنهم ذهبوا إلى الصراع السياسي مع أبي أحمد ربما كان يكون وضعهم أفضل بكثير. لو دخلوا في صراع سياسي ورفعوا مشروع الفيدرالية وتحالفوا مع القوميات الأخرى، هنا كان في تقديري سيحرجوا أبي أحمد. أبي أحمد على كل جرهم إلى الساحة التي أيضا كدولة يستطيع أن يحسم فيها. صحيح. دولة لما تواجهها إقليم يستطيع أن يحسم. صحيح. هذا الموضوع. تدخلت قوة إقليمية رفضت التدخل، تدخلت بعض القوى الدولية بنداءات ما سمع لهم، وحاول على كل أن ينهي الموضوع في فترة وجيزة. طبعا هنا التجراي في فترة وجيزة المهم معركتهم حسمت. هذا الحسم هل والله فعلا حسموا حسما كليا أم أنهم هم أيضا تجنبوا تدمير منطقتهم؟
لأنه أيضا عندهم مكتسبات لمدة 30 سنة، شيء ما كانوا يحلموا فيه. وكان في شيء في عرفيا أو قانونيا معروف اللي هو المناطق كانوا يسموها مناطق التي دارت فيها الحروب، فكان عندها تمييز إيجابي في الناحية الاقتصادية والتنموية، فاعتبروا إقليم التجراي هو من الأقاليم اللي حصلت على التمييز الإيجابي ما بعد 91، وظلت تنمى باعتبارها حصل فيها حرب. فهم الآن يدركوا بأن هذه 30 سنة اللي بنوها، بنوا فيها مؤسسات علمية، بنوا فيها طرق، بنوا فيها عمران، أسسوا من بنية تحتية، يبدو أنهم ما أرادوا الآن مدنهم أن تدمر، شعبهم أن يشرد، وكأنما سحبوا سريعا. لاحظنا كل المدن سحبوا لما رأوا ما في أي مجتمع دولي يلتفت ولا اتحاد أفريقي يلتفت، أدركوا بأنهم فعلا دخلوا في مأزق فسحبوا أنفسهم. عجيب. أيوه، هذا الانسحاب الآن في تقديري أبي أحمد له دور في أنه كيف سيتعامل مع الإقليم بعد هذه الهزيمة. هم أيضا كيف سيتعاملوا مع الهزيمة الآن؟ خلاص أنت في المدن هزمت، صحيح قد يكون عندك بعض الجيوب، عندك بعض المناطق متواجد فيها في الجبال قياداتك لم تستسلم، ما دام شعب عنده قيادة حتى الآن ومعه إمكانات ومعه مال قد يتحول إلى حرب عصابات طويلة المدى، كل هذا وارد. ولكن باختصار شديد الآن الكتلة اللي كانت موجودة للتجراي كسلطة على الأقل في الإقليم الآن تلاشت، والحكومة المركزية سيطرت على الوضع الإقليم بشكل أو آخر. لكن يبقى التحدي الأساسي كيف الآن تقدم الحكومة المركزية مشروعا سياسيا ليس للتجراي فقط ولكن لعموم إثيوبيا، لأن فكرة المركزية واللا مركزية هي خلاف جوهري بين الحكومة وبين كل المكونات الأخرى. يعني عندنا مجموعة كبيرة من الأورومو وفيهم تقريبا الشاب اللي كان من الشباب اللي هو جوهر محمد الآن سجين في الأحداث الأخيرة، هذا من الشخصيات اللي كان أساسي في الثورة بتاعت الأورومو وشباب الأورومو من رموزهم، وبسبب أنه مختلف أيضا مع أبي أحمد في المركزية ولا مركزية أيضا هو الآن في السجن. فأنت الآن أمام مشكلة كيف ستحل حكومة إثيوبيا هذه الرؤية، لأن قضية فرض نظام سياسي بالقوة أيضا سيسبب إشكالات، والقوميات الأخرى أيضا قد تدخل في نفس نفق الحرب، وإذا دخلت في هذا النفق كل مرة أنت كل سنة أو سنتين حتدخل لك مع حرب مع قومية من القوميات مشكلة. وتتحول إثيوبيا من دولة كانت تحقق نسبة نمو أفضل في أفريقيا كلها وحتى أشادت بها عدد من الدول، الآن تتحول إلى دولة فيها الحروب وفيها الطحن، ورئيسها أيضا آخذ يعني جائزة نوبل للسلام، سيتحول من شخصية سلمية حققت سلام كما كان يقال ما بين إريتريا وإثيوبيا، أيضا سيتحول إلى شخصية دموية يفرض سلطانه على الناس بالقوة. فهذا على كل تحدي كبير جدا سيواجه الناس. ولكن هنا طبعا دعني أقول بأن الحرب مهما كان ومهما قيل عنها ومهما تحدث الناس عنها بإيجابية تبقى هنالك آثار لهذه الحرب، آثار كارثية بطبيعة الحال. فهنالك الأرواح وهنالك الأموال وهنالك عدم الأمن وهنالك اللجوء وهنالك النزوح وهنالك حالة التوتر المجتمعي التي حصلت بطبيعة الحال، وخصوصا مسألة أخذت طابع يعني تجراي مع الأمهرة وهم متجاورين يعني سنوات طويلة جدا وبينهم حدود مشتركة. فهذه المسائل كلها ستظل آثار طويلة المدى. أعطينا نبذة عن الأمهرة دكتور حسن. نعم، الأمهرة ما قبل تجراي وما بعدهم. نعم، أعطينا بالله نبذة يعني خفيفة في هذا الخصوص. الأمهرة والتجراي والتاريخيا هم الكتلتين اللتين يتعاقبان على حكم إثيوبيا في الفترة الماضية. يعني دائما كان إما أن تأتي الأمهرة وإما أن يأتي. فترة كم؟ يعني أديها أنت في حدود 100 وشوية سنة يعني 100 وشوية. أي لأنه ما قبلها كان في عموما كان المنطقة طبعا لم تتشكل بالشكل الذي هي عليه الآن. لكن إثيوبيا الحالية عموما من تاريخ 1936 بالتحديد تشكلت هذه الإثيوبيا التاريخية اللي معروفة الآن، ثم بدأت تتوسع بعد ذلك وضمت بعض الأقاليم وضمت بعض المناطق كما هو الحال في الأوغادين، هو إقليم صومالي ضم في السبعينات مثلا إلى أثيوبيا وخضع الآن أيضا ضم إقليم بني شنغول وكان تابع للأراضي السودانية وضم إلى أثيوبيا. فتشكلت على كل خلال 100 سنة الماضية دولة. أثيوبيا الحالية. نعم. خلال 100 سنة هذه تقريبا لم يحكم إثيوبيا إلا الأمهرة والتجراي، والأمهرة الغالبين فيها. الأمهرة طبعا ككتلة بشرية طبعا عددهم ليس بسيط، يصل إلى 25% من سكان إثيوبيا، ونسبة المسلمين فيهم أيضا كأمهرة قد تصل بنفس القدر 25% من القومية نفسها، ففيهم كتلة من المسلمين. لكن هم مشكلة الأمهرة أنهم يرون بأن والله كأنما منحهم الله سبحانه وتعالى حكم أثيوبيا. ينظرون إلى أنه أثيوبيا كدولة منحة له،
يجب هم أن وهي يحكموا. دولتهم ويجب أن يحكموها ويجب أن تفرض اللغة حقهم ويفرض الدين حقهم. دي العقلية المسيطرة عليهم. التجراي يشتركوا معهم في الهيمنة الدينية، ما يختلف هؤلاء يعني هؤلاء في قضية التعامل مع الأديان. يعني ما رأيناه من مشكلات دينية في أثيوبيا في عهد ملا الزيناوي هو نفس اللي رأيناه بشكل أو آخر أيضا فيما كان من الأمهرة. لكن حاليا على الأقل دخل عنصر جديد في المعادلة في المنطقة وهو عنصر الأورومو. لكن شيخ حسن، نعم. في فترة تجراي الحقيقة انتشرت الدعوة نعم. الإسلامية بشكل أكبر، وتمكن كثير من المسلمين في بناء المساجد والمدارس فهذه أعتقد تحسب لتجراي نظام الله. نعم. قلنا يعني هي شوف، ملا الزيناوي بالذات في فترته الأولى إلى حد كبير كان محتاج للكتلة المسلمة من الأورومو. وانت اذا اردت ان تحتاج الى كتله لابد ان تمنحهم شيء، فاعطاهم هامش، وكان الاتفاق واضح انهم هم يقفوا معه في البرلمان وهو يقف معهم في محطات اخرى، فكان محتاج الى كتله الاورومو في البرلمان لتمرير مشاريعه. ففي هذه الفتره حصل عمليه التمدد وحصل الانتشار وكذا. ثم في فتره لاحقه للاسف الشديد دخلت بعض الاطراف الخارجيه وخاصه صحيح. الكيان الصهيوني. نعم. واشاروا اليه بان هذا التمدد خطير. نعم. يجب أن يقف. صحيح. وهذه الإشكالية اللي أنا أحب أشير إليها. نعم. لماذا يكون دائما الدولة كدولة، لماذا هذا التوجس؟ يعني النخبة التي تنتمي إلى المكونات غير المسلمة دائما في هاجس، هي صحيح تتصارع فيما بينها. الأورومو الأمهرة يتصارعون مع التجراي يتصارعون مع الأمهرة رغم أنهم نصارى، لكن كلا الطرفين عندهم مشكلة مع المكون المسلم. يعني لا تجد أن هنالك نوع من إن والله حرص على بناء دولة تستوعب كل مكوناتها وتقف بمسافة واحدة من هذه المكونات، والله وليتقدم بعد ذلك الأكفأ والأقدر وهذه لاحظناها سبحان الله في إطار العمل السياسي خلال فترة ملا الزيناوي مثلا. هذه المكونات، هذه القوميات سواء كانت أمهرة أو أورومو أو تجراي وغيرها، ظهرت فيها شخصيات من المسلمين من داخل هذه المكونات بالبعد القومي. يعني فترة من فترات الأمهرة مثلا كان يتزعمهم واحد من المسلمين وكان يعتبر ممثل لقومية الأمهرة في السلطة السياسية. لكن لما تضيق هذه القوالب وتتحسس القيادة السياسية من دخول المسلمين على خط السلطة، هنا تأتي دائما المشكلات. وغالبا أنا في تحليلي وكأن الحكم للمسلمين محروم، بأن يبدو هذا التأثير الخارجي. أنا في تقدير لو أن المسألة تركت لأهل المنطقة ما كان يصعب عليهم أصلا تحقيق التعايش والقدرة على الاستمرار مع بعضهم البعض. لكن القوى الدولية من مصلحتها دائما إيجاد التناقضات وإيجاد حالة الصراع البيني حتى تستطيع أن تستفرد من كل طرف على حدة. بالحقيقة دكتور حسن في هذه المسألة العتب على المسلمين، لأنهم ليسوا يعني حقيقة على قلب رجل واحد. صحيح. وليسوا هم على وحدة واحدة، هم متفرقين بأنفسهم. صحيح. توجهات وأفكار وحسب. فكيف يكون لهم إذن السلطة والحكم بينهم؟ صح. حتى لو كانوا من أتقى خلق الله. نعم. وإذا كانوا بهذا المستوى من الخلاف، ولا تنازع، الآية واضحة، ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم. صح. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فسبب ضعف المسلمين هو خلافهم فيما بينهم. نعم. وسبب قوتهم ستكون بإذن الله تعالى إذا اجتمعوا على الكتاب والسنة وتوحدوا. هذه بلا شك هذه قاعدة. صحيح. نعم. صحيح. في كل مكان. صحيح. دكتور حسن، ذكرتم في ثنايا كلامكم أن الحرب خلفت بعض من القتلى وبعض من اللاجئين والجرحى وغيرها. ما واجب المسلمين تجاه إخوانهم المسلمين وتجاه جيرانهم من النصارى؟ حياك الله. أول الواحد حقيقة يستثمر الآن وجوده في شبكة السلام للتنبيه على قضية ربما مهمة جدا في شعبنا الأريتري قبل أن نتكلم عن جزئية النازحين واللاجئين، وهي أن اللاجئين اللي كانوا في إقليم التجراي كان في أكثر من تجمع تقريبا للأريتريين. الآن من خلال متابعتي خلال الأيام الماضية هنالك حالة من الضبابية وغياب المعلومة عن ما الذي جرى لهؤلاء. سبحان الله. العدد مش بسيط، يعني عدد كان كبير جدا في هذه المخيمات. فهنالك أنا الآن ما أريد أسبق الأحداث ولا أعطي معلومة أيضا غير صحيحة، ولكن هنالك كلام كثير جدا بين الدولتين، الدولة الأريترية والدولة الآن الأثيوبية، ما الذي جرى لهؤلاء.
هنالك من يتكلم عن أن والله يعتبر هؤلاء عبارة عن معسكرات معارضة، عبارة عن شخصيات واقفة مع التجراي غيرها، فيقال حصل هجوم على هذه المعسكرات. فنحن حقيقة من هذا المنبر نناشد المنظمات الدولية على ضرورة الوصول والتحقق من هذه المعسكرات وما جرى فيها. يعني لا بد انه الاعداد كما ذكرت لك اعداد هل هي كبيرة. معسكرات سياسيه ام هي لا، معسكرات كانت مخيمات لاجئيه؟ مخيمات لاجئين الامم المتحده. مخيمات لاجئين. ما كان لما ياتوا من اريتريا يستقبلوا في اقليم التجراي، وكانت الامم المتحده تشرف على هذه المواقع. والان اخبارهم يعني اخبارهم منقطعه، حتى التقارير اللي قراناها للامم المتحده تكلموا عن بعض المناطق في مناطق عدوى ومناطق اكسوم، لكنهم لم يستطيعوا الحديث عن منطقه مقله وبالتحديد ما جرى فيها. هذه المناطق فيها الكثير كان من الشباب الاريتري الذي فر من النظام وكان يهرب بجلده، والان حوصر في هذه المنطقه. فكيف تم التعامل مع هؤلاء؟ هل الامم المتحده فعلا واقفه على هذا الموضوع وتؤكد للناس سلامتهم وتؤكد للناس حمايتهم وتؤكد عدم ايضا عودتهم؟ لانه الان خلاص الوضع في شمال اثيوبيا تم السيطره عليه ما بين الحكومه المركزيه والحكومه الاريتريه، العلاقه طبعا معروفه. فهل ستحمي الدوله الاثيوبيه فعلا هؤلاء ام انه سيكون مصيرهم مصيرا موجودا؟ فهذه المساله حقيقه ننبه لها المنظمات الحقوقيه، وننبه لها كذلك منظمات الامم المتحده، وكذلك نامل من أن المنظمات الخيرية الإسلامية على وجه التحديد لا بد أيضا أن تحاول الدخول إلى هذه المناطق، وخاصة بعض منظماتنا جزاهم الله خير، بعض منظمات العمل الخيري اشتغلت خلال الفترة السابقة طبعا في هذا الموضوع. فنحن هذه أول جزئية ننبه إليها، ولا بد من أن نتعرف على الأقل خلال الفترة القادمة عن حقيقة ما جرى للاجئين الإريتريين في شمال إثيوبيا. وصلت رسالتكم. الجزئية الثانية نعم. وهي مسألة ما الذي يجب علينا. مسألة اللجوء وما ينتج عن الحروب بشكل عام يتطلب تعاملا إنسانيا، والتعامل الإنساني أن تحرص على توفير المسكن وتوفير المأكل وتوفير المشرب والأمن على الحياة، وأن يصل هذا الإنسان إلى المكان الذي يريد، يعني يشعر فيه بالأمان. هذا على كل الآن تنص عليها كل قوانين الأمم المتحدة، وتقوم الآن الأمم المتحدة مثلا بهذا النوع من لكن نحن أيضا كشعوب موجودة في المنطقة قد لا تكون والله الأمم المتحدة قادرة على القيام بكل ذلك، ولا كل الناس أيضا يدخلون إلى مخيمات الأمم المتحدة. فبالتالي يتطلب الناس في هذه المراحل أن يقفوا مع بعضهم البعض، وأن يساندوا بعضهم البعض، وأن يسعفوا بعضهم البعض، وأن يحرصوا قدر الإمكان تجنيب الناس يعني الموت. أحيانا قد يكون إنسان يفر من الموت ويخرج من الديار هربا ويموت بعد ذلك بالجوع وبعدم الأمان وبعدم السلام. فهذه على كل تتطلب إن شاء الله جهود من شعوب المنطقة ومنظمات العمل الخيري فيها. وأشكر هنا طبعا بعض المنظمات الإريترية وبعض المنظمات التي يعني يقوم عليها أفراد من الإريتريين. بعض الإريتريين دكتور حسن لهم رأي في هذا. بعض الإريتريين يقولون أن الويانة عادانا فترة من الزمن وقاتلنا وقتل أبناءنا وحصل بيننا وبينهم خلاف كبير، فبالتالي نحن نعتبره عدو، وما نزل عليه اليوم من بلاء يعني لم نأمر به ولم يسوءنا. ما رأيكم في هذا؟ على كل هي النظرة في تقييم الحرب فيها نظرتان الآن. ليسوا الإريتريين ليسوا على قلب رجل واحد في هذه الحرب، وكان كل طرف ينظر إليها من زاوية، وكل طرف كان حريص على السيادة الوطنية الإريترية. يعني كل طرف يريد أنه والله الموقف الذي يقفه هو خوف على الوطن الإريتري. منهم من كان يرى أن التجراي هم المهدد، ومنهم من كان يرى والله أيضا الأمهر القادمين بتحالفهم مع سياسة فر هم المهدد. فنبعت الاختلاف تقريبا من هاتين الرؤيتين. وليس يعني لا حبا في التجراي ولا كراهية في التجراي، لا، هو خوف. لأنه في الفترة الأخيرة للأسف الشديد القيادة في التجراي سمحت لمجموعة الأغازيان بالحضور في داخل التجراي والحديث من منابر الجامعات ومن الإعلام وكذا، فصوروا للأسف الشديد صوروا التجراي بأنهم هم دعاة الدولة دعاة دولة تجراي تجرينيا، وأنهم سيهددون الدولة فحصل استنفار عام. الأطراف الأخرى تنظر والله إلى الشر الراهن. ما هو المهدد الحقيقي للدولة الإريترية في الوقت الراهن؟ هو نظام سياسي مستبيد، نظام كذا، وأيضا في خوف من المستقبل، ما الذي يأتينا الآن بعد هذه الحرب. فالذي نريد أن نقول نحن عموما نؤكد على شيء واحد: الحرب عموما مهما قيل عنها ومهما تصورت الأطراف بأنها خدمت زيد أو عبيد، الحرب في نهايتها شرور.
في نهايتها في نهايتها شرور. النهاية نعم. التي تنتهي إليها صحيح. الحروب لا يمكن أن تكون إيجابية. كلما عززنا، وهذا يمكن أنا يعني في كثير من الندوات كنت أؤكد على أن أخطر ما في هذه الحرب تكريس ثقافة الحسم العسكري. يعني كل ما إقليم اختلف مع الدولة يحسم عسكريا، كل ما حزب سياسي اختلف مع الدولة يحسم عسكريا. هذه إشكالية في نفسها، وهذه الإشكالية طبعا حتى لا نحملها أبي أحمد الآن كرستها التجراي نفسها. يعني التجراي لما كانت تختلف مع بعض الأقاليم كانت تلجأ إلى الحسم العسكري. لما اختلفت مع الصومال حسمت أيضا الدولة الصومالية والمحاكم الشرعية وقتها بالاجتياح الكامل للدولة الصومالية. فأنت الثقافة التي تكرسها ستكون أيضا تنطبق عليك. من هذا الباب نحن المسلمين في إريتريا ليس من مصلحتنا تكريس هذه الثقافة. يعني مسلمي المنطقة عليهم أن يكرسوا ثقافة إنه كيف يستطيعوا أن يتعايشوا في هذا الإقليم، واللحظة التي تنشأ فيها حالة السلام التعايش السلمي والتنقل والحريات والحقوق المشتركة وبناء نظام سياسي يستوعب دويلات أو دول القرن الأفريقي، حينها ستجد أن الكتلة المسلمة حجمها الحقيقي سيظهر وستكون إن شاء الله الفاعلة. جميل. طيب دكتور حسن، نريد أن نختم بكلمة شبكة السلام فيما يتعلق بالحرب الأهلية القائمة الآن. نحن كمسلمين وكإريتريين يهمنا استقرار الدولة الأثيوبية برئيسها الآن الموجود، يهمنا استقرارها ويهمنا أمنها ويهمنا حقيقة سلامة الشعب الأثيوبي. يا جماعة، ما هي الكلمة التي تراها مناسبة اليوم وتمثل شبكة السلام حتى تصل هذه الرسالة إن شاء الله لكلا الفريقين المختلفين؟ أول كما تفضلت، نحن مع استقرار المنطقة وسلام شعوب هذه المنطقة والتنمية المستدامة لشعوب هذه المنطقة، لأنها عانت كثيرا من الحروب وويلات الحروب. يعني على رأس كل 30 سنة 20 سنة نحن تحصل حرب تأكل الأخضر واليابس للأسف الشديد. ما استقرت هذه المنطقة وما رأت الاستقرار. جاء على كل على رأس الآن الدولة الأثيوبية شخصية بشرت بالسلام وبشرت بالديمقراطية وبشرت بالحريات وبشرت بمشاركة القوميات، بشرت بأشياء كثيرة جدا، وبشرت حتى بالانفتاح على بقية الإقليم من رؤية مختلفة. نحن نأمل الآن أن والله الأمور تتجه فعلا إلى هذا الجانب، تتجه إلى تكريس السلام، مشاركة القوميات الأخرى، التحاور والتشاور فيما بينهم لبناء النظام السياسي المستقبلي، عدم الاتجاه إلى أن والله القصة الآن غالب ومغلوب وبالتالي الغالب يفرض شروطه على المغلوب. أنا في تقدير الآن الدولة الأثيوبية بحاجة إلى مؤتمر دستوري، ما يسمى الآن بالمؤتمرات الدستورية التي تناقش القضايا المصيرية، قضايا التي تحتاج إلى مناقشة. قضية الآن النظام السياسي محتاجة إلى مناقشات، وأنا أسميها أزمات الدولة الأفريقية. أزمة الاستقرار السياسي تحتاج مناقشة، أزمة الهوية وطبيعة الدولة نفسها والقوميات التي فيها وكيف سيتعامل الناس مع التعدد اللغوي، مع التعدد الإثني، مع التعدد الديني، تحتاج إلى مناقشات. علاقة الدين بالدولة ستحتاج إلى مناقشات. قضية الجوار والدول الصغيرة، وخصوصا أنت الآن دولة أثيوبية كبيرة وأمام دول تعتبر صغيرة هي التي تحاذي الآن البحر الأحمر. أنت عندك الصومال وعندك جيبوتي وإريتريا. هل سيكون التعامل مع هذه الدول بأنه والله يفرض عليها إرادة أيضا كما فرضت على التجراي، أم أن المنطق سيختلف؟ نحن عموما نقول بأن كل ما يؤدي إلى التعايش السلمي بين المجتمعات، كل ما يؤدي إلى التنمية المستدامة بين المجتمعات، كل ما يؤدي إلى إشاعة الحريات والحقوق المشتركة، كل ما يؤدي إلى بناء دولة المواطنة التي يتساوى فيها كل مواطن داخل الدولة ويتعامل الناس على هذا الأساس، سيؤدي ذلك إلى استقرار المنطقة وسيؤدي ذلك إلى قوة المنطقة. وكما تفضلت، إثيوبيا الآن تعتبر دولة مركزية في القرن الأفريقي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال لا القوى الإقليمية تسعى إلى أنه والله يمكن أن تقوض هذه الدولة، ولا النظام الدولي أيضا يقبل بأن تقوض هذه الدولة. لكن هذه المسألة يجب أن ينظر إليها من زاوية أخرى، وهي أن لا تستمد الدولة قوتها من الخارج، عليها أن تستمد قوتها من قبول شعبها، من قبول شعبها. هذا المجتمع المتعدد فيه العنصر العفري، العنصر الصومالي، العنصر التجراوي، عنصر الأمهرة، الأورومو، بني شنغول، قبائل الجن. يعني أنت عندك تعدد هائل جدا. إذا لم تستطع أن توجد دولة مستوعبة لمكوناتها وتتدرج بهذا المجتمع،
نحو الاندماج الاختياري وليس الاندماج القسري، انك والله الكل تجعلهم مثلا ناطقين بلغه الامهره، الكل تجعلهم مثلا منتمين لقوميه واحده، هذا لن يؤدي الى الاستقرار. ففي تقدير هذا التحدي الذي سيواجه الدوله الاثيوبيه، ونامل ان شاء الله من خلال الحوار، من خلال مؤتمرات النقاء، المؤتمرات الدستوريه، من خلال الصبر على بعض حتى نبني على الاقل حاله السلام في المنطقه، نحن امام تحدي كبير جدا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا الشرور آمين. والفتن. مشاهدينا الأكارم، أوشكنا على نهاية الحلقة. نحن شبكة ليست سياسية ولا تتحدث عن السياسة، ولكن الواقع أجبرنا كيف نرى مثل هذه الأحداث الواقعة في على مرمى حجر من بلادنا، ثم لا نتحدث ولا نقول برأينا. فاستمعتم إلى كلمة الدكتور حسن وشاهدتم إلى رأي شبكة السلام. أكرر أن رأي شبكة السلام أن تناقش هذه الأمور على طاولة الحوار، وأن يكون هناك تشاور داخلي أثيوبي. يهم شبكة السلام أن تكون أثيوبيا مستقرة، وأن يرزقها الله أمنها واستقرارها، وأن تكون إن شاء الله تعالى حافلة بالخيرات. أتقدم بالشكر الجزيل لكم مشاهدي الأكارم، كما لا يفوتني أن أشكر ضيفي في هذه الحلقة الدكتور حسن سلمان. أسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي، يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي، يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي، يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت، إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. إريتريا